شايفين حبايب قلبي؟ البسكوت القمر ده عملناه بمقادير اقتصادية جدا، سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت، بدون ما نستخدم زبدة، وبسمنة عادية خالص. وعملناه بدون ما يفرش مننا، وكان سكره معقول ومقاديره موجودة في كل بيت، سهلة واقتصادية وبسيطة. بجد بجد هيعجبكم، هتجربوه وهتعتمدوه. وممكن كمان نستخدمه في الأعياد، حاجة بسيطة كده في ظل الظروف الاقتصادية دي. هتبقى الدنيا حلوة وجميلة وسهلة. بسكوتة بتقرمش وحلوة جدا جدا ولونها تحفة، والوصفة بتاعتها سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف عملناه ازاي مع بعض، وتقولوا لي رأيكم فيه في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو عجبتكم الوصفة الجميلة دي. ويلا بينا نسمي الله ونشوف طريقتنا كانت ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده باذن الله. النهارده هنعمل مع بعض وصفه جميله جدا، اقتصاديه وسهله وبسيطه. بسكوت اقتصادي جدا جدا. هنعمله بطريقه بسيطه جدا، موجوده محتوياته في كل بيت زي ما انتم شايفينها كده، حاجات بسيطه. اول حاجه معانا هنا 3 كوب الا ربع من الدقيق، ماشي. ومعانا هنا كمان كوبايه من السمنه. بصوا بدرجه حراره الغرفه، يعني هي مجمده بس متماسكه، يعني مش ساقعه، تمام. ومعانا كمان هنا كوبايه ونص من السكر، يعني كوبايه ونص، كوبايه وتلت، ممكن تقللي شويه علشان ما تتفرش منك البسكوته. وهي كوبايه ونص بتكون مظبوطه يعني، تمام. انا عاملاها كوبايه ونص، تمام. ومعانا هنا كمان 3 معالق من النشا. وكمان معانا هنا معلقه كبيره من اللبن البودره، وممكن تستغني عنها وممكن تستخدميها، ده حاجه بترجع لك. يعني هي اضافه بتخلي البسكوته جميله وطعمها حلو. وهنا كمان معانا اللبن ده السايب، او السائل يعني. ده هناخد منه معلقتين 3 على حسب الدقيق وعلى حسب العجنه، هنحتاج معلقتين 3 4، مش هتزيد عن كده، تمام. معانا هنا كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وكمان معانا كيس فانيليا. وكمان هنا معانا بيضتين 2 بس، مش هنستخدم اكتر من كده. وطبعا قلنا دقيق 3 كوب الا ربع دقيق، يعني 3 كوبايات وهنحوش منهم ربع كوبايه، في حدود معلقه ونص كده، تمام. وبس كده، دي مقاديرنا السهله البسيطه. ان شاء الله الطريقه هتعجبكم كمان. اول حاجه في وصفتنا النهارده هنعملها، هننزل بالسكر البودره بتاعنا ده كده، تمام. وكمان هننزل معاه بالسمنه المتماسكه، طبعا بدون زبده ولا حاجه، وصفه اقتصاديه وما فيهاش بيض كتير، كلها بيضتين بس، بسيطه جدا وطعمها حلو قوي قوي. تنفع كمان للاعياد، للعيد بتاعنا ان شاء الله. ده بسكوت بدون زبده، يعني حاجه جميله وهيدينا طعم جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده، هنجيب السكر مع السمنه كده، نخلطهم في بعض، تمام. كسرها كده فيها طبعا عشان متماسكه شويه، والجو برد، احنا في الشتاء طبعا، فايه متماسكه شويه كده زي ما انتم شايفينها، تمام. ممكن تعملها بايدك عادي. هنيجي كمان ننزل هنا البيضتين، تمام. طبعا بدل نزلنا بيض لازم ننزل طبعا كيس من الفانيليا، كيس صغير كده. ممكن تستخدمي فانيليا باودر، فانيليا سائله مكان الباودر قصدي. ونديها تقليبه، نحاول بقى نجمع الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفينه كده، شايفين؟ نضرب كتير، نحولها لكريمه. بدون استخدام مضرب كهربائي ولا مضرب يد ولا حاجه، معلقه عاديه، تمام. زي ما انتم شايفينها كده، خلطناها جامد. هنيجي ننزل بايه، ننزل بقى بباقي المقادير. الدقيق بتاعنا كده،
زي ما انتم شايفين. كله. واثناءه برضو هننزل هنا معاه المواد الجافه الباقيه. النشا بيخليها مقرمشه شويه كده ومتماسكه حلو. برضو هننزل كمان البيكنج باودر. تمام. بنزل حاجه في وسط الخليط. وكمان هنزل هنا ذره صغيره من الملح طبعا زي ما انتم شايفينها كده. وكمان هننزل اللبن البودر، بيديها تحميره جميله جدا وبخلي البسكوته بتاعتنا كده ايه محمره وجميله جدا. بعد كده هننزل باقي الدقيق كله. تمام. مقاديرنا سهله وبسيطه وجميله والوصفه تحفه خالص. اهم حاجه ننخل الدقيق بتاعنا عشان تبقى البسكوته خفيفه كده وهشه. انا عارفه ان الدقيق نضيف، انا نخله قبل كده، بس انا حابه ادخل هوا جواها. نخل الدقيق بيفرق جدا في المعجنات وفي الوصفات بتاعتنا. تمام. هنا بقى لو احتاجنا اللبن هنستخدمه. طبعا خلاص انا وصلت لمرحله المعلقه لوحدها مش هتنفع، هستخدم ايديا. تمام. واخلط بقى الحاجه كده جميع المكونات بتاعتي كويس. عايزين بسكوته كده جميله. مقادير بسيطه جدا، وصفه تحفه هتعجبكم وتفرحوا بها اطفالكم. ما استخدمناش بيض كتير، مكوناتها بسيطه. دي بقى في العيد هتبقى تحفه، خصوصا في الظروف دي، الظروف الاقتصاديه دي. هتخلي الدنيا كده تمشي بأقل تكاليف، وهتعملي بسكوته جميله وطعمها حلو وعلى قد ميزانيتك وبيتك، على قد ايدك، مش هتكلفي بيتك كتير. حبيت اعملها بدري عشان احنا كمان في الشتاء هنا ممكن الناس تحب تعمل اي حاجه كده تفرح بها اولادها. طبعا اللبن بتعجني بيه، تخلي العجينه متماسكه بتلزق. مش هنحتاج كتير على فكره. زي ما انتوا شايفينها كده. اوعي تكتري اهم حاجه لبن او سوائل، هي مش بتحتاج قوي. زي ما انتوا شايفين كده احنا محتاجين العجينه كده. بصوا بتلزق، بتلزق بس متماسكه وحلوه اهي. احنا عايزين نوصل للقوام ده في العجينه اللي هي المتماسك الجميل ده. تمام. زي ما انتوا شايفينها كده. شايفين الجمال بتاع العجينه؟ حلو جدا بجد، جميل، تحفه 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 تحفه. ما استخدمناش فيها ولا دقيق خلاط ولا خلاط ولا مضرب يدوي ولا حاجه خالص. زي ما انتوا شايفينها كده. شايفين العجينه عامله ازاي؟ جميله، بتلزق تلزيقه خفيفه كده، شايفين زي اللبانه. تمام. هنجيب بقى ايه، هنجيب كيس حلواني. ماشي. وهنجيب البلبله دي كده اللي هنستخدمها بتاعه البسكويت، وايه نشتغل بيها. تمام. هنجيب كده قطعه من العجين. مش نكتر فيه، ما نكترش في كيس الحلواني وناخد تاني ما يجروش على مهلنا. تمام. هنحطها هنا كده زي ما انتوا شايفين كده. هناخد من هنا معلش. زي ما انتوا شايفين كده حطيت نقطه زيت هلمع بيها بس الصاج بتاعي كده بمنديل، حاجه خفيفه، مش عايزين ندهن كتير فيه، بس حاجه ما تخليش البسكوته بتاعتنا بس تلزق في الايه، في القعر. تمام. بس كده هنبدا بقى نجيب البسكوته بتاعتنا كده. بسم الله الرحمن
تمام. نظبطها كده ونعمل غيرها. سيب مكان كده بين كل بسكوتة والتانية. شايفين الجمال؟ الله اكبر. البسكوتة بتاعتي نازلة جميلة جدا. شايفين؟ احنا في الشتاء ممكن نعملها للولاد، مش لازم نستنى العيد يعني، حاجة تدفيهم، او نروح اوفر نروح نشتري لهم بسكوت من بره. ادي اوفر، وكمان الصباع بتاعنا احنا اللي بنتحكم فيه. تمام. شايفين شكله جميل ازاي؟ نحاول بقى نظبط البسكوت بتاعنا يبقى كله مقاس واحد. شايفين؟ تحفة خالص. لو الطول زاد منك شويه بتنقصيها وتظبطيها كده بايدك، وهي لسه عجينه بتمشي وبعد كده بتبقى زي الفل. الطول انت اللي بتتحكمي فيه. تمام. اسهل لك من المكنه، ممكن برضو تشكليها في المكنه، ممكن تشكليها بختانه، باي حاجه بسيطه كده هيبقى زي الفل. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، ال3 كوبايات الا ربع عملوا معانا الكميه الجميله دي، كميه ما شاء الله عليها من البسكويت. شايفين اللون بعد ما تدخل الفرن على درجه حراره 200 لمده 10 دقايق بس، ما بياخدش وقت كتير. لو لقيتوا وشه فاتح ممكن تشغلوا له الشوايه، بس انا طالع معايا كده من الفرن نفسه. نتيجه جميله واللون يبهر والطعم كان حكايه. ان شاء الله تجربوه وتدعولي عليه. وصفه سهله وبسيطه وسريعه، ومقاديرها بسيطه جدا، وطعمها جميل والولاد هيحبوها، وكمان تنفع في العيد زي ما قلنا كده. وان شاء الله تجربوها وتدعولي عليها. ومحتاجه منكم دعوه بس من قلبكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.